السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه هاجر ادم. جبتكم اليوم بفيديو جديد وحلوه اقتصاديه، حلوه دانون او بتي فور بدانون. كيجيب واحد النكهه رائعه بحال لي كاطو اللي كيتباعوا على برا تماما، يعني بحال لي بسكوي اللي كيبغيو الوليدات. كيجي الذوق ديالو متميز بداك الياغورت اللي كنديروا فيه الكميه كثيره، كيف ما كتعرفوا عليا الاقتصاد والكميه كثيره وشي حاجه اللي في المتناول. بتي فور ناجح من اول تجربه بدون تعقيدات وبدون مقادير كثيره. كيجي مرمل وهشيش، كيذوب في الفم بواحد الذوق رائع. زدت عليه لمسه عصريه اللي هو الياغورت. كيجي بهاد الحلوه د البوق او البتي فور هائل، كيعشقوا الكبير والصغير. ساهل بواحد العجينه اللي رطبه. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وتتبعوا الوصفه من الاول حتى الاخر. اللي اول مره كيشوف القناه يشترك فيها باش يوصلوا دائما الجديد. كنشكركم دائما على تعاليقكم. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. ولهاد الوصفه كنحتاج 250 غرام ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ، يعني رابعه ديال الزبده. كتعطينا واحد الكميه اللي كثيره. هانتوما غتشوفوا معايا عجين ساهل كتخلطيه بسرعه، ما كيشدش اليد نهائيا، بلا دليك بلا حتى شي حاجه، كتجمعيه فقط. كنضيف 2 كيسان ديال السكر سنيده، يعني السكر حبيبات، وساشي ديال السكر فانيليا، السكر بنكهه الفانيليا. كنخلط السكر مع الزبده حتى كينسجموا. من الافضل ان الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ باش تجيكم سهله على انكم تطلقوها. من بعد ما نسجم ليا السكر مع الزبده كنضيف 2 كيسان ديال زيت المائده كنخلطهم مع بعضياتهم. كنحاول ديك الزبده انني كندوبها مزيان حتى كتعطيني على واحد القوام اللي هو كريمي. هاد البتي فور او حلوه البوق كتجي هائله، رطبه مرمله هشيشه، ناجحه من اول تجربه. اللي كتخاف على ان الحلويات ما ينجحوش معاها، عليك بهاد الحلوه هادي، ما تخافيها، يعني سهله كطيب بسرعه، ما كتحتاجش وقت نهائيا. عندي هنا 2 ديال صفار البيض وبيضه كامله. الا نتوما يمكن لكم تستعملوا 2 بيضات، انا عندي صفار البيض بقى ليا من واحد الحلوه، درت 2 ديال صفار البيض وبيضه كامله. من بعد كنضيف ياغورت بنكهه الفانيليا. صدقوني كتجي فيها واحد النكهه الفاني. هاد الحلوه د البوق كتجي فيها واحد النكهه الفاني هائله. كيجي واحد الكاطو بحال لي كاطو اللي كيتباعوا على برا، هذوك الكاطويات اللي كيحماقوا عليهم الوليدات، هما هادو جبتهم لك في الدار يعني. وكيجي هائل وكيبغيها الكبير والصغير. اللي كلا وحده كيزيد الثانيه. كيجي مرمل خطير. جربوه على ضمانتي. والاهم اقتصادي جدا، كيعطيك واحد الكميه اللي هي كثيره. كنخلط البيض وجميع المكونات مع بعضياتهم. كنضيف كاس ديال النشا. هاد النشا هو اللي كيعطيه واحد الهشاشه رائعه. وكنضيف ساشي ديال خميره الحلويات بوزن 8 غرام. ديروا غير ساشي واحد فقط راه كافي، لانها ما بغيناش تسيح لينا او لا، بغينا يبقى داك الزواق باين فيها. ومن بعد كنضيف الدقيق حسب الخليط، كنضيف شويه بشويه. وردوا البال لا تقصح ليكم. هاد العجين ما خصوش يكون قاصح نهائيا، بغيتو يكون رطب كيف ما كتشوفوا، كيتلصق في اليد. رطب كيتلصق في اليد باش ما يصعبش عليكم فاش تكونوا كتشكلوه بالبوق، تخرج لكم العجينه من البوق بسهوله، يعني ما تضركمش في يديكم. شوفوا معايا، غسلوا يديكم، جمعوا الخليط وغسلوا يديكم، وجيو عاد قيسوا العجينه وتكون كتلصق شويه في اليد. وتكون رطبه ما تكونش قاصحه. ردوا معها البال. وكل ما خليتوها نتوما كتشكلوا الحلوه ديالكم وهي راها كتشرب، يعني كتبقى تشرب، ما تخافوش منها. من بعد كنشكلها. انا درت العجينه رطبه علاش؟ باش تنجح معايا اول حاجه، وباش تخرج لي بسهوله من البوق بهذا الشكل هذا. راها كتخرج بسهوله. ديروها في هذا الجيب، هذا الجيب الحلواني ديال الكريمه ديال الثوب اولا د البلاستيك، ما تخافوش يتقطع معكم لان العجينه رطبه. كنشكلها بهذه الطريقه هذه. يمكن لكم تستعملوا البوق العادي التقليدي، غير انا ما عنديش، عندي هذا البوق هذا ديال الكريمات، ما عنديش داك البوق الخاص بالحلوه اللي كبير. داك الشيء باش درتها في هذا. راه كنت غنديرها معكم في يعني بالبوق بلا جيب حلواني باش نتوما تزعموا وتصوبوها، ولكن انا البوق ديالي غير صغير د الكريمه فقط. المهم استعملت هذا البوق ديال الجيب الحلواني كيف ما شفتوا، كندير فيه العجينه وكنخرجها بسهوله. راه ما كتحتاجش واحد المجهود، كنأكدها ونعاودها. والعجينه خليوها رطبه كتلصق في اليد. صدقوني غينجح معكم هذا البتي فور او حلبه البوق، تجيكم هائله. المهم كنشكلها بهذا الشكل هذا. كنستعمل الزواقه اللي بغيت، يعني البوق اللي بغيت. درت هذا وليت درت الشكل الثاني اللي هو هذا، درتو على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا على شكل ورده. كنشكلها وكندخلها للفرن الساخن على نار مهيله، كطيب على المهل بحال اللي كطيبوا الكيكه. كيف كنقول لكم دائما كل وحده تشوف فرانها. كاينه اللي كطيب الكيكه على نار مهيله كيشمع، كاينه اللي كتزيد شي شويه على حسب كل وحده والفران ديالها. انا علاش كنقول لكم بحال الكيكه، يعني كي كطيبوا الكيكه النار مهيله في الفرن الغازي او لا الفرن الكهربائي 180 درجه، وخليوها طيب على خاطرها.
حتى كتاخذ داك اللون ذهبي من التحت. من بعد كديروا لها النار من الفوق وكتخليوها تذهب وتحمر. ما تديروا لهاش النار مجهده، راه غتخطف ليكم وغتجي يعني محمره بزاف وبحال خضره من الداخل. هذه كتجي مرمله هائله ورطبه وفتيه. الا طاحت لك شي وحده هكا من يدك غير خفيفه كتهرس، يعني فتيه سبحان الله، يعني مقرمشه ومرمله. واش غنقول لكم، يعني جربوها خطيره هائله. المهم الكميه كتعطيني تبارك الله معتبره. انا درت 2 اشكال كيف ما كتشوفوا، هذا الشكل هذا والشكل الاخر اللي على شكل ورده. باقي هذا غندير له الشوكولا. بغيتو تخليوه هكا خليوه، بغيتو تزوقوه. الشكل الثاني اللي هو هذا الشكل الثاني، قبل ما ندخلو الفران ديك اللقطه ما عرفتش علاش تصورات، حتى المونتاج عاد رديت البال انها ما تصوراتش ليا. تندير داك البنانات الصغار اللي كيتباعوا عند البقال اللي كيشريو الوليدات، شريتها في اللوان وقطعتها رقيقه لانها كتذوب. استعملت هذه لانها كتذوب، قطعتها رقيقه. علاش درت 3 د اللوان ودرت كل 3 د اللوينات في حبه ودخلتها للفرن. يعني طريقه بسيطه جدا. ديك اللقطه ما تصورتش ليا، ما عرفتش علاش. درت فيها اللوينات باش تجي عاطيه اللوينات ومبهجه وعاطيه اللعين. هذا ما كان. بغيتو تخليوها هكاك خليوها. وتزيين الاقتصادي، كنبقى نقلب على الاقتصاد ونحاول نقتصد قدر الامكان. هذا جهدي عليكم. المهم كندخلها حتى هي الفرن، وراه صوبت نفس الكميه، يعني صوبت الكميه بحال هذه دي الاولى، غير اللي عنده الوليدات هو هذا ما عنده ما يدير. هذيك اللي فيها اللوان جيت لقيت ولدي جالس حط بيصيل وجالس حداها كيهز وحيده كياخذ هذوك اللوان كيعضها ويفرتتها ويحطها، واللي ياخذ وحده اخرى ياخذ هذوك اللوينات ويفرتتها ويحطها. لقيتو خدا لي ضيع لي تقريبا نصف التفصيل. بحال الفار دار لها بحال الفار. غير ما صورت لكمش ديك اللقطه، نسيت ديال داك الحبات اللي ضاعوا. المهم صوبت نفس الكميه، يعني كتعطيك كيف هاد الكميه الاخرى، نص درتو بهاد الزواقه ونص بالشكل الاخر. المهم كندوب الشكلاط الاسود مع شويه الزيت. انا درت نوعيه غالا ودرت شوكولا فيرميسيل، يعني هاد الشعريه ديال الشكلاط. كنغطس داك البلاصه اللي كنلاقي بها العجين كندرقوها بالشكلاط بهذا الشكل هذا، وكندير شويه ديال الفيرميسيل شوكولا وكنخليها حدايا في ورق الطبخ باش ما تلصقش. من بعد كنحولها من بلاصتها باش تجي مفينيه مزيان. هذا ما كان. هاد الشكلاط كيعطيها واحد اللذه بطبيعه الحال، وكذلك الشكل زوين. بغيتو تخليوها هكاك خليوها. المهم الافضل ديروا لها شوكولا. بغيتو ديروا شوكولاته بيضاء ديروها. انا تفاديت الشكلاط بيض لان تيبان فيه الا طبع كيبان فيه بان مطبع الاسود ما كيبان فيه حتى شي حاجه. داكشي علاش. وانتوما بغيتو ديروا النص بالبيض النص بالاسود، ليكم الاختيار. هكذا كتكون الحلوه واجده. هذه ساهله ماهله. اللي بغات شي حاجه بالزربه تصايبها وتحمر ليها العين وتجيها لذيذه في المذاق مرمله. اللي كلا الحبه يزيد الثانيه. ما عليك الا بهذا الكاطو هذا بتي فور او حلوه البوق بطريقه اللي عصريه وجديده. ساهل بسيط كيحمق عليه الكبير والصغير. يعني حلوه قديمه ما يمكنلكش تستغناي عليها ولذيذه. هذه هي الحلوه ديالي اليوم. هادو هما الشكيلات ديالي. الشكل الاول اللي هو هذا كيجي متميز بدوك اللوينات كيجي عاطي العين. والشكل الثاني اللي هو هذا كذلك حتى هو رائع. شوفوا الحلوه كي كتجي من الداخل مرمله طايبه وهشيشه، كتجي بحال هكا كيف ما كتشوفوا مذهبه من برا. داك هو الشكل ديالها والقوام ديالها ومرمله فتيه هائله. نعيه ما نشكر في هذا البتيفور وفي هذه الحلوه د البوق، ما غنوفيهاش حقها. ما عليكم الا تجربوها وتعرفوني علاش كنهضر. اللي وصل لهاد المرحله هذه ما ينسانيش من اللايك باش يشجعني، الضغط على زر الاعجاب هو باش تشجعوني على انني نستمر ونجيب دائما الجديد الوصفات اللي ينالوا الاعجاب ديالكم. نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، ونتمنى الوصفه توصلكم وتتبعوها وتنجح معكم حتى نتوما. كنفرح بزاف ملي كتجربوا شي وصفه وكتكتبوا لي في التعاليق. المهم الحلوه ديالي هي هذه مرمله وناجحه. ما عليكم الا تجربوها. قدمتها لكم بهذا الشكل هذا، 2 شكيلات مختلفين من عجينه واحده، زوينين بزاف، عاطين للعين صراحه وناجحين من اول تجربه. اللي اول مره كيشوف القناه يشترك فيها ويفعل الجرس، يضغط على الجرس باش يوصلوا دائما الجديد الوصفات. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه اخرى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء.